5 وظائف ل5 مواد فعالة للروزماري لو استخدمناه على البشرة. المعروف عن الروزماري انه بيستخدم للشعر في علاج التساقط والصلع الوراثي. ليه؟ لانه زيه زي المينوكسيديل بيشتغل على هرمون الدي اتش تي اللي هو اصلا تستوستيرون يتحول لدايهيدرو تستوستيرون. هو بقى بيشتغل عشان يوقف التحويلة دي. ببساطة الناس اللي عايزة تستخدمه عشان الشعر بتجيب الروزماري وبتغليه، يعني بتجيب روزماري على بعضه اللي هو العيدان، او بتجيبه حتى لو متفرط بنجيب منه 4 معالق كبار ونحطهم في كوباية مية نغليهم 5 دقايق ونسيبه يهدى، وبعد كده نصفيه بالشاش ونحطه في ازازة سبراي ونستخدمه كل يوم بالليل على فروة الراس. انا بقى عايز اقول لكم على 5 استخدامات للروزماري لو استخدمناه على البشرة. اول حاجة انه بيوقف الفوتو ايجينج، وده اللي هو العجز الناتج عن اشعة الشمس. تاني حاجة بيحسن جفاف الجلد، عشان كده حلو قوي للناس اللي بشرتها جافة. تالت حاجة مضاد لتهيج الجلد، فعشان كده بيبقى مضاد للارتشاح وللتورم. رابع حاجة بيمنع الضرر الناتج عن اليو في الالترا فايولت اللي هي طالعة من الشمس، يعني سان سكرين طبيعي. خامس حاجة ودي اهم حاجة انه بيشتغل على التجاعيد، بيقلل التجاعيد وبيقلل البقع التصبغية بتاعت الجلد، انه بيرجع خلايا الكولاجين لشكلها الطبيعي تاني، فبترجع تشد البشرة وتشيل الخطوط الرفيعة اللي موجودة، بالاخص اللي بتبقى موجودة في جبهة الراس. تعالوا اقول لكم ازاي نعمل مستخلص الروزماري، لان الروزماري بتاع الشعر مختلف عن مستخلص الروزماري بتاع البشرة. هنجيب معلقتين روزماري كبار ونحطهم في برطمان ونحط عليهم 6 معالق زيت أرجان وبنسيبهم لمدة أسبوع، وقبل ما بنستخدمه بنحاول نرجه، وبعد كده بصباعنا بنحط في الزيت وبنبتدي نوزع على البشرة ونوصلهم ببعض ونسيبهم على البشرة، ونستخدم الموضوع ده كل يوم قبل النوم بساعة علشان ما يتمسحش. ده معناه ان ب4 معالق روزماري هنعمل بخاخة للشعر ونعمل مستخلص روزماري للتجاعيد، فكده يبقى احنا عالجنا حاجتين بحاجة واحدة.